ناجية طلعت في مداخلة وصدمات البدوية ومريم بالشهادة ديالها فيهم والتضامن ديالها كذلك مع إيمان على إثر هذا الخلاف اللي وقع لها حاليا معهم. بطبيعة الحال بعد ما كانت معهم والآن ولات من الجهة ديال نادية والعائلة ديالها، فغتابعوا معنا في هذا الفيديو مشاهدينا هذه الخرجة من ناجية اللي تكلمت فيها على الموقف ديالها، هادشي كله اللي قالت إيمان واللي داخلين فيه حتى هما، لأنه حتى هي تجبدات دوك الخرجات اللي كانوا من إيمان وكانوا موجهين لناجية بزاف ديال الحوايج اللي كانت قالت فيها. غنعرفوا الرأي ديالها طبيعة الحال في هذا الفيديو، الشهادة ديالها على داكشي اللي كانت قالت واللي دابا قالت العكس ديالو. كنتكلم طبعا على إيمان، وغنعرفوا كذلك الرسالة ديالها لمريم وللبدوية من بعد ما خرجت إيمان وفرقات ديك المسودة عليهم. بقاو معنا باش تتابعوها في هذا الفيديو. كنرحب بكم في البدايه ديال الفيديو مشاهدينا، فين ما كنتو غتابعوه وغنتسنى لايكاتكم من فضلكم ما تبخلوش عليا بها، وانتم كتابعوا وكذلك ارائكم على هذا الشيء اللي غتسمعوا من ناجية في اطار هذا الشيء اللي واقع دابا، خرجات ديال ايمان والانفجار ديالها بدوك الاسرار اللي قالت والتحرش وبزاف د الحوايج اللي دوات عليهم كما قلت لكم، اللي تجبد فيهم حتى ناديه والعائله ديالها، الاخت ديالها نادية اللي كانت جبدتها على التصاور اللي كانت كتحط ديالها مؤخرا، ديك التصويرات اللي خرجت نادية وجاوبت عليها، كذلك داك الموضوع ديال سائق الطاكسي اللي من عائلة ديالهم، يعني بزاف ديال الحوايج اللي مجبودين فيهم. داكشي علاش بالضروره داخله فيها يعني العائله ديالها، وحتى ناجية اللي كانت كتهاجمها شحال من مره ايمان على اساس الخرجات ديالها، على اساس ديك الزياره اللي كانت دارت واحد الوقت الاخت ديال حميد، يعني بزاف ديال الحوايج. ودابا منين وقع الانقلاب من ايمان فخرجت ناجية حتى هي باش تعطي الراي والموقف ديالها، واش يعني صافي حسبت ايمان ولات منهم، وداكشي كله اللي قالته خدات به بانه هو الحقيقه، يعني ديال التحراش وديال داكشي اللي كانت كتقول فيهم راه من طرف الناس اللي اعداء بالنسبه لهم، طبعا مريم والام ديالها. وهذا قبل طبيعة الحال ما نتابعوها حنا شفنا الخرجة ديال نادية او الموقف ديالها، رد الفعل ديالها من هادشي اللي قالت ايمان من خلال المنتدى اللي بارطاجات فيه الفيديو ديال ايمان وهي كتعتذر من الام ديالها ام يمنى، وكذلك كتبت عليه يعني نادية المسامح كريم، ام يمنى كتسامحك حتى هي، ودارت عليه لايك. يعني نادية قبلات الاعتذار لا هي ولا الام ديالها من ايمان على داكشي كله اللي كانت قالت فيهم. واش حتى ناجية هي غدير بحالها وغتزيد تمشي يعني في هذا الاطار، ولا غتفوتو وغادي تتكلم بحوايج اخرين على داكشي اللي كان وقع بين ايمان وبين عائله البدويه؟ فنبداو مع مشاهدينا في هاد المداخله او الخرجه ديالها ونرجع معكم. زنا ديال دار شي واحد شي حاجه كتعصب وترد عليه تي والو تي اطيب خلق الله. هذه متابعة في مداخلة كيف ما سمعتوا هي اللي فتحات لها الموضوع، وطبيعة الحال باش ناجية خرجت حتى هي اللي عندها ولقاتو فرصة باش تستفد هذا الكلام اللي غتسمعوا دابا. كيف ما سمعتوا هذه المتابعة طبيعة الحال متعاطفة معهم وكتشكر في ناجية، كتقول لها زعما انت اللي كتبقاي بعيدة وما كتخرجيش تجاوبي، عكس نادية هي اللي مرة كتخرج كتجاوب وتدافع على راسها. فنسمعوا هنا طبيعة الحال فين غادي يدخل في العمر داكشي اللي قالت ايمان، وغادي تفهموا القصد مزيان والكلاش كذلك اللي غتستفد من خلال هذا الموضوع ديال ايمان والخرجه اللي دارت فيها انقلاب او الخرجات اللي دارت فيها انقلاب على العائله ديال البدويه. احنا كاع ذنوبنا الحمد لله راه كيبان شويه بشويه، كاع اللي قال فينا شي كلمه راه ذنوبنا كيبانوا شويه بشويه، كاع اللي قال فينا شي حاجه راه كيتفضح دابا. هذه طبيعه الحال هي الكلمه اللي قالت، الا ما سمعتوهاش مزيان لانه الصوت كيتقطع شويه ما واضحش من 100%. هذه هي الكلمه اللي قالت ناجية، وطبيعه الحال كتقصد هذا الشيء، هذا الانفجار ديال ايمان مؤخرا والانقلاب ديالها عليهم، وكذلك الفضائح اللي خرجت وفتحات عليهم بانهم كيحرشوها وبانهم كانوا كيقولوا ليها وهما اللي كيعطيوها التصاور وهما اللي كيقولوا لها الاسرار وكيقولوا لها المعلومات عليهم. داكشي كاع اللي كانت كتخرج في اللايفات هادشي هو اللي كتقصد هنايا طبيعه الحال ناجية مشاهدينا، بانه زعما تفضح داكشي اللي كانوا كيديروا لهم دوك الناس عن طريق هاد السيده، وغيبان لكم بانه هذا هو القصد اكثر في هاد البقيه، لانه غنذكرها مباشره وانتم غادي تفهموا المقصود ديالها على هاد الشيء. والله يا اختي كاع اللي حرش علينا وقال لي ما فينا
الحمد لله كلشي يبان. على خير. على هذاك خير. الشيء اللي كاين. طبعا القصد دابا هو واضح مشاهدينا، منين دوات على التحراش كيف ما سمعتوا. هادشي هو اللي كانت كتقول ايمان في الخرجات ديالها الاخرى كلهم، انه التحراش كنتحرش وكندير باش كنت كنقول داكشي وباش كنت كنحط داكشي على هاد الناس. طبعا داكشي باش بررات الاعتذار ديالها من الام ديالهم. هنا ناجيه كيف ما سمعتوا غيبان لكم بانه فعلا خدات بداكشي كله اللي قالت ايمان ثقته، واعترفت بانه كيتحرشوا، ولو تكون كاع ايمان كتكذب هما بلا ما تقول ايمان هادشي هما بالنسبه لهم هادوك السيده ولا اي واحد كيدافع عليهم على البدويه وعائلتها وكاين كيضرب فيهم، بالنسبه لهم انه كيتحرش، و يعني هذا بالنسبه لهم يعني كافي، وبانه ذنوب ديالهم في دوك الناس خرجات كيف ما قالت من قبل. ونكملوا مع دابا في المداخله والبقيه اللي غتقول او الكلاش الا بغيتوا تعتبروه اللي غتوجه لهم. وكنتمنىكم مشاهدينا من فضلكم الى واصلين لهاد الدقيقه ومازال ما دايرينش لايك على الفيديو ديروها وانتم كتكملوا معنا. غير كيخرجها بشويه كيبين لك هذاك الشيء اللي كاين. حنا كتشوفي كيخلص لك، كتشوفي ربي كيستاجب. اذا هذه هي المداخله والخارجه ديال ناجيه كيف ما تابعتوها، الكلاشات ديالها اللي فيهم رسائل ديالها، وكذلك الموقف ديالها من هادشي اللي جا من ايمان عليهم اللي داخلين فيه حتى هما كما قلت لكم من قبل. طبيعه الحال اللي كتعتبروا بانه ربي يعني بين لهم البرهان، بين لهم الحق ديالهم، يعني داكشي كله كان تحراش، كان داكشي اللي كان يعني كيصدر من ايمان، وداك الكلام كله اللي كيتقال فيهم يعني كله تفضح. وطبيعه الحال هنا ما غاديش نقول ناجيه واش نختلف معها ولا لا، ولا واش ايمان كتكذب على قضيه التحراش ولا لا، غير غنطرح واحد السؤال، لانه راكم عارفين دابا كيكونوا شلات، كل واحد دابا عنده الشله اللي كتدافع عليه. فإلا هي ناجيه كتقول بانه دوك الناس كيحرشوا ايمان وخدات بالكلام ديال ايمان وصدقاتو، واش حتى الناس اللي معاهم يعني وكيدافعوا عليها وعلى الام ديالها ولا الاخت ديالها ناديه، واش حتى هما كيحرشوهم وداكشي اللي كيخرجوا كيقولوا يعني وكيضربوا في الجهه الاخرى، واش حتى هو بسبب التحرش؟ يعني هنا غنطرح سؤال، الا هي كتعتبر بانه ايمان كتحرش باش كتخرج، يعني غنقولوا بانه حتى اللي معاهم مع طبيعه الحال كامل الاحترام لهم. انا كنتكلم دابا كسؤال للناجيه، لانه كتقول ديك السيده كانت داكشي اللي كتقول بالتحراش، فغيبقى السؤال هذا مطروح، لانه حتى اللي مع الجهه الاخرى حتى هو غادي يقول لك، يعني حتى هو غيكون واخد نفس الصوره بانه دوك الناس داكشي اللي كيقولوا راه بالتحراش من ناديه وما هذا. فهذا سؤال طبيعه الحال كيطرح نفسه بلا ما نوجهوا الاتهام حتى شي واحد، غير اللي ما تبغيش لك راه ما خصك ما تبغيش حتى الانسان اخر، لانه هاد التهمه هذه اللي قالت ديال التحراش ايمان قالتها، ولكن قالتها بدون دليل، والناس باقي لحد الان الموضوع واقف في الدليل اللي كيتسناوها تحطوا، سواء ديال التحراش انه كتقول ليه خرجي قولي، او ديال التصاور اللي قالت حطات حنتوما صيفطوهم ليها، او ديال داكشي الاخر اللي على المواضيع الكبيره حتى هي مازال لحد الان ما حطت فيهم حتى شي حاجه. وهنا ناجيه طبيعه الحال كيبقى هذا الراي ديالها، هي ثقات ايمان وهزات فيه التقليد كتحمل فيه مسؤوليتها. ونقطة غادي نختم بها هذا الفيديو مشاهدينا، بالنسبة للتحرش اللي دوات عليه ناجية، ماشي بالضرورة أي واحد مثلا مع هاد الناس سواء هادو يعني ديال البدوية أو ديال نادية يكون كيدافع عليهم وكيضرب في جهة أخرى راه غيكون كيتحرش. يعني كاين اللي كيختار هذاك الأسلوب وديك الطريقة اللي ديال تخسر الهضرة ولا هذا ولا الضرب في الأعراض، ولا مهم باش يقنع المتابعين ديال ديك الجهه باش يكونوا معاه ويتعاطفوا معاه ويدعموه، ربما بحال اللي كانت كتدوي ايمان وكتقصد، يعني ماشي بالضروره غيكون تحراش. على اي هذا طبيعه الحال كيبقى الراي ديال ناجيه، نتوما قولوا لي كيف جاكم معاها في هذا الشيء ولا غير، لانه ما يمكنش لا تقول عكس هذا الشيء وتختلف مع ناديه. واكيد بما انه دوك الناس الاعداء ديالها فاي حاجه قالتها ايمان غتيقها. غننتظر ارائكم في التعاليق، لايكاتكم كذلك للفيديو. الى اللقاء.